بعد ما انتشرت ملفات جيفري إيبستين والوثائق والسجلات اللي مرتبطة برجال الأعمال الأمريكيين، واحد من الأسماء اللي انذكرت بكثرة هو اسم العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ، وإلى بهذا الملف صور وفيديوهات زائد 18. وبعد ما انتشرت الملفات الكل صار يسأل شنو اللي دا يسويه ستيفن وهو بهذا حاله. انتشرت ملفات جديدة من محكمة نيويورك برجل الأعمال جيفري إيبستين على أنه أكو أسرار وملفات جديدة اللي شملت عدد من الأشخاص السياسيين والفنيين اللي مشهورين على مستوى العالم. وآخر وثيقة انتشرت بشكل كبير اللي كانت تخص العالم الفيزيائي ستيفن هوكينغ اللي ظهر اسمه مرتين بهاي الملفات. وأيضا انذكر اسم هوكينغ ببريد إلكتروني مرسل من جيفري إلى زوجته اللي متهمة بالتجارة بالجنس. وأيضا هوكينغ كان متهم بمشاركته بحفلات جماعية لبنات صغار على جزيرة إبستين. أوكي، هسه خلينا نحكي شنو اللي كان يسويه ستيفن الشخص العاجز بمكان مثل هذا. بعض المصادر ذكرت بأنه ستيفن كانت شغلته أنه يكتب مسائل فيزيائية صعبة على السبورة ويجبر البنات الأطفال أنه يحلوها وهم عاريات، وهو يبقى مستمتع بهذا المنظر. وأيضا ذكرت صحيفة اندبندنت الإيطالية بأنه هوكينغ زار جزيرة إبستين بحضور مؤتمر علمي بسنة 2006، يعني قبل أشهر من كشف إبستين بالجرائم اللي كان يسويها ضد الأطفال على جزيرته. بس الشيء الغريب اللي يعرفون الناس بأنه ستيفن واعي براسه فقط، يعني بس راسه يشتغل لأنه مقعد تماما، يعني ما يقدر يسوي أي شيء. ورغم هذا يعتبر أول متهم بالتحرش بالقاصرات. واللي ما تعرفونه بأنه هذا الشخص ملحد وما يعترف بوجود دين ولا بوجود آخرة. وأيضا كان يعتقد أنه إحنا البشر انخلقنا على مود نسوي اللي نريده، يعني رغم العلم اللي كان يمتلكه هذا العالم بس يبقى حمار لأنه ما يعترف بوجود الله. وكان يقول بأنه هاي الحياة بعدها ماكو لا آخرة ولا حساب ولا جنة ولا نار، وبعد ما تموت تنتهي صورة الحياة بالكامل وتروح للعدم.